السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي. أتكلم عن فنان اسمه محمود العراقي. الفنان محمود العراقي هو ممثل مصري من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. ولد في عام 1938 وتخرج من المعهد العالي للسينما في عام 1964. تدرج في مختلف الدرجات الفنية خلال العمل بالبيت الفني للمسرح، وحصل على لقب فنان قدير، كما تولى مسؤولية الإشراف على مسرح المنصورة القومي، وشارك في بطولة العديد من الأفلام السينمائية والسهرات والمسلسلات التلفزيونية، واشتهر بأداء أدوار ابن البلد والشرير عضو العصابة. ومن أعماله البريء، ملفف الآداب، العميل رقم 13، رسالة إلى الوالي، أيام السادات. شارك في العديد من المسلسلات الإذاعية، ورصيده الفني تجاوز 225 عمل فن. اشتغل في مسلسل إذاعي اسمه فارس العرب، ومسلسل إذاعي اسمه قلب امرأة، ومسلسل لعبة الحياة، ومسرحية 30 يوم في السجن. وفي 1963 اشتغل في مسرحية كفر أبو مجاهد، وفي مسرحية الأرانب كان بيعمل دور المعلم نافع، ده كان سنة 1965. أما مسرحية اتفرج يا سلام اللي اشتغل فيها سنة 1966. واشتغل أيضا في مسرحية سلطان زمانه كانت عام 1970، ومسرحية نرجس في عام 1975. أما في عام 1982 فشارك في مسرحية روض الفرج. وفي 1983 عمل مسرحيتين، مسرحية 100 حلاوة ومسرحية الحلم يدخل القرية. أما في عام 1988 فله أيضا مسرحيتين، مسرحية سالومي كان بيعمل دور قائد الحرس، ومسرحية جمهورية زفتة. وفي 1980 شارك في مسلسل محمد رسول الله الجزء الأول والثاني. أما في مسلسل موسى بن نصير كان بيعمل دور ضرار في عام 1983. وشارك أيضا كمان في 1983 في مسلسل عمر بن عبد العزيز، كان بيعمل دور عبد الله بن ربيعة، ومسلسل صاحب الجلالة الحب. ومسلسل ليالي الحلمية بجزئيه الأول والثاني كان بيعمل دور المليجي في عام 1987. وشارك بدور عربي في مسلسل الوصية في 1990. ومسلسل الكومي كان عام 2001. وفي عام 2002 شارك في مسلسل البحار مندي، كان بيعمل دور الصول عبد العزيز. وفي 1998 أيضا شارك في فيلم رسالة إلى الوالي، كان بيعمل دور شيخ مشايخ رشيد. أما في دور المعلم شلبي تاجر المخدرات في فيلم الإمبراطورة كان في عام 1999. وفي عام 2000 اشترك في فيلم أرض الخوف، كان بيعمل دور المعلم خيري. وعمل دور شعراوي جمعة في فيلم أيام السادات في عام 2001. الفنان محمود العراقي اسمه محمود العراقي محمد، واسم الشهرة محمود العراقي. محمود العراقي تاريخ ميلاده كان 3 إبريل عام 1938، وتاريخ وفاته 13 يونيو عام 2001. محمود العراقي وممثلين زمان.